لما جوزك يزعل منك وانتي صاحبة حق ما غلطتيش واختلف ما بينكم وهددك لا تروحي بيت اهلك، انتي عملتي لنفسك كرامة واخدتي شنطتك وخدتي بعضك وصممتي تروحي بيت اهلك. خلاص كده انتي غضبانة، كده انتي زعلانة مع جوزك وقاعدة. حقك انك انتي تعملي لنفسك كرامة، حقك انه ينغلط فيكي وانتي ما عملتيش حاجة وتعملي موقف علشان خاطر ده ما يتكررش منه تاني، حقك انك انتي تربيه وتوضحي له ان انا بنت ناس وليا بيت، وان كنت قاعدة معاك في بيتك ابقى لك خدامة زي ما انت عاوز، نني عيني ليك ولعيالك ولبيتك ولراحتك، لكن في نفس الوقت اهانة وقلة قيمة عندي بيت ابويا، زي ما بيتقال اكل لقمة وارمي 10. يبقى من حقك انك انت طالما اتهنتي تروحي بيت ابوكي. بعد يوم 2 10 هديكي قاعدة. لكن لما يجي يخبط على الباب ويقول انا اسف واحنا نزعل منه ونقول له لا بصراحة هي نفسيتها تعبانة دلوقتي، وياخد كلمتين من ابوكي وامك ويروح، حلو برضو بنعززك. يغيب تاني وقبل مناسبة العيد ولا مناسبة رمضان ولا داخلين على اي مناسبة الناس بتتلم فيها بقى وكل واحد عايز يطمن على بيته، جاب ورد وجاب لك هدية صغيرة بسيطة وجاي بيراضيكي تاني. ساعتها بقى نقولك ايه؟ نقولك فكري، ليني، اعملي نفسك زعلانة شوية، بس هو كمان طالما شاري وعايزك ترجعي بيته ارجعي، قولي له اللي بيزعلك وارجعي بيتك. اهو علمتيه، اهو بينتي له انه بعد كده ما تقوليش كلمة اطلعي بره ولا روحي بيت ابوكي. كده انت اخدتي موقف، كده انت مرضتيش بالاهانة. لكن ان انت برضو تقولي له لا وتقصدي تربيه وتقولي له مش هرجع لما تجيب لي وتجيب لي علشان يتربى ويتعلم ويغلطش فيا، وامك تتصل بيه تقول له بنتنا مش بالساهل ترجع لها، لا ما تعيشوش اللحظة قوي. ولازم كل واحدة فيكم تبقى عارفة ان الراجل خلقه ضيق، بيغلط اوقات، بيتعصب اوقات، الشغل، الحياة، طبعه. ده مش معناه ان انا بقول ان انت تقبلي اهانة، لكن زي ما بيتقال التقل صنع. طالما عرف غلطه وانت اخدتي موقف وغبتي عنه كام يوم وعاش من غيرك وراجع، هي كلمة راجع دي سهلة؟ ولا ان كنتوا تمشوه ويقعد مدة ويرجع تاني يدور عليكي؟ برضه خلاص بقى نفتح له بابنا، نرحب بيه، احنا عندنا عيال منه، احنا بينا نسب وبينا دم، كلنا بنغلط. والست الشاطرة هي دايما اللي تبقى عارفة ازاي تفهم جوزها وقت الغضب تبعد عنه، خدت موقف عارفة ازاي ترد وترجعه. لكن ما تقرصيش قوي، ما تفتكريش ان انت قاعدة على القمة بقى وهتبدأي تتشرطي. هتلاقيه يقولك براحتك، راجع راجع، ما انتش راجع ان شاء الله عنك ما رجعتي. سؤال، هتعملي ايه؟ هتطلقي ولا تقعدي تاني تعضعضي على ضوافرك مستنيه المره الجايه بقى يقولك جاي مش جاي؟ ما هينوب غير انك انت علشان خاطر ترجعي بيتك هتضطري تطي وتستسلمي وترجعي تاني بشنطه هدومك لوحدك. طب ليه؟ ما الراجل كان جاي وبيقول لكم سامحوني وبيعترف بغلطه وهنقول له كلمتين ومش هيرجعها تاني. ليه ما بنتعلمش يبقى عندنا عفو؟ ليه ما نتعلمش امتى نسامح وامتى ناخد موقف، امتى نشد وامتى نرخي؟ يا ريت تكونوا فهمتوا الرسالة، واتمنى من كل ست تفهم رسالتي.